الاثنين دول لخصوا كاس السوبر الافريقي ما بين النادي الاهلي والزمالك، الكابتن شريف عبد الفضيل والكابتن معتز اينو. معتز اينو قال لك ايه؟ قال لك لاعيبه الاهلي مش مركزه، اللي واخد مراته ورايح محل ملابس، واللي رايح حفله، واللي رايح حفله مش عارف تامر حسني واسلام بتاع محل الملابس، وكل واحد نازل الماتش يحتفل قبل الماتش ويعمل لك حركه ومش عارف ايه وشاغل دماغه بالجمهور وبالاعلام. قال يعني النادي الاهلي كسب. الكره عمرها ما كانت كده، عمر ما في لعيب ضمن المكسب قبل ما يلعب وضمن المكسب وهو في الملعب. لعيبه الاهلي مستهتره وسهرانه وعمال مهتمين بالسوشيال ميديا، وكل واحد واخد مراته ورايح حفله. ده كلام معتز اينو، كلام يعني من ده اللي شفناه، وده اللي فعلا شفناه. اللعيبه مش مركزه، واللعيبه فعلا الكلام اللي هو بيقوله مظبوط. الكابتن شريف عبد الفضيل بقى لخص لك برضو الحوار ما بين الاهلي والزمالك وما بين الجمهور برضو والاعلام. بص قال لك ايه بقى شريف عبد الفضيل؟ قال لك النادي الاهلي لما خسر والزمالك كسب الكاس السوبر الافريقي، طلعنا احنا كاهلاويه وكجمهور قلنا برافو الزمالك، عمل ماتش جيد، اهتم بالمباراه وخد المباراه باهميه اكتر من النادي الاهلي، واحترم الخصم ولعب اداء جيد، وفعلا يستاهل المباراه ويستاهل كاس السوبر الافريقي. وباركنا للزمالك على كاس السوبر الافريقي وقلنا له الف مليون مبروك، وقلنا ان هو يستحق. عكس ما الزمالك ما بيعمل، لما الاهلي بيكسب الزمالك وجمهوره بيطلعوا يقولوا الاهلي كسب ظلم، لا الاهلي الزمالك اتعرض لتحكيم، لا الاهلي ما كانش يستحق. حتى لو الاهلي كان فايق، نادي الزمالك وجمهوره بيطلعوا يقولوا كده. فده ملخص برضو جميل، وفعلا ده اللي بيحصل. فانت من وجهة نظرك ايه سبب خسارة النادي الاهلي امام الزمالك في كاس السوبر الافريقي؟ سلام.